طبعًا ده السؤال اللي طلع بأكتر من 5 إجابات مختلفة، ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيكم. بُصّوا يا شباب صلّوا على النبي، أول حاجة هنعمل إحنا إيه هنا، سهل جدًا، هاوصّل طبعًا م بباء. طيب وبعدين؟ هاقول لك بُص، أنت عندك كده أ، ب مماس، دي هاستفاد بيها إيه؟ والله هتستفاد إن زاوية أ، ب، م دي 90. طيب وخلّي بالك أنت عايز تجيب زاوية أ، ب، د كلّها، فأنت كده جِبت جزء منها وهو ال90. فأنت لو قدرت تجيب الجزء التاني من الزاوية هتقول لي خلاص كده يا مستر. طيب أقدر أجيبه إزاي حالًا؟ هاقول لك بُص يا سيدي، أنت كده عندك الأ، ب سوري الأ، م تمام، قد الب، م مرتين. هتقول لي ليه؟ هاقول لك بُص، خلّي بالك بقى، مش أنت عندك هنا أ، ج قد الج، م؟ هتقول لي آه. طب مش أنت عارف إن الم، ج ده نصف قطر؟ هتقول لي تمام. طب مش الم، ب ده هو كمان نصف قطر؟ هتقول لي بالضبط. فبالتالي كده م، ب هو كمان بيساويهم. طيب خلّي الأ، م كلّه عليه كام شرطة؟ عليه 2 والب، م واحدة، فبالتالي إن الأ، م قدّه مرتين يعني، ده المقصد، تمام؟ طب هتقول لي أيوه دي هاستفاد بيها بإيه؟ هاقول لك بُص، مش ده الوتر بتاع المثلث القائم اللي هو أ، م ده؟ هتقول لي أيوه مثلث القائم طبعًا يا جماعة اللي هو أ، ب، م. هتقول لي ده الوتر، والوتر ده قد الضلع ده مرتين؟ هتقول لي تمام. طب دي تفكّرك بإيه؟ هتقول لي تفكّرني بإن الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نُص الوتر. خلّي بالك بقى، مش الضلع ده هو اللي بيساوي نُص الوتر؟ طيب هو مقابل لأنهي زاوية؟ مقابل لزاوية أ، فبالتالي زاوية أ دي تبقى ب30 درجة، ودي فكرة السؤال وبيعتبر كده أنت خلّصت أصلًا يعني، تمام؟ فبالتالي زاوية أ هتبقى ب30 درجة. هتقول لي ماشي يا مستر، بس أنت كده برضه ما جبتليش اللي أنت قُلت لي عليها دي. هاقول لك ما اصبر عليَّ، مش أنت حالًا جبت دي ب30 وعندك دي 90 تقدر تجيب الزاوية دي؟ هتقول لي آه طبعًا أجيبها ده 60 سهلة جدًا يعني. هاقول لك تمام زي الفل. نرجع تاني للمثلث بقى اللي هو ب، م، د. أيوه هاستفاد بيه بإيه؟ مثلث ب، م، د. هاقول لك المثلث ده نوعه إيه؟ هتقول لي متساوي الساقين. ليه متساوي الساقين؟ هتقول لي يا مستر عندك ب، م ده نصف قطر وم ده اللي هو كمان نصف قطر. هاقول لك كلام جميل. هاقول لك مش الزاوية ال60 اللي إحنا لسه جايبينها من شوية دي، اللي هي ب، م، أ، اللي هي دي يا جماعة، مش هي زاوية خارجة عن المثلث ده اللي هو ب، م، د؟ هتقول لي آه. هاقول لك طب الزاوية الخارجة دي بتساوي إيه؟ هتقول لي والله مجموع الزاويتين الداخليتين ما عدا المجاورة ليها. طيب مش الزاويتين دول أصلًا متساويتين لأن أنت قُلت من شوية إن المثلث متساوي الساقين؟ هتقول لي آه. قُلت لك معاك زاويتين متساويتين ومجموعهم 60 يبقى كل واحدة كام؟ هتقول لي يبقى كل واحدة 30. طب ما أنت كده خلّصت، بس كده، تمام؟ يبقى صلّي على النبي بقى وتعالَ نكتب خطوات. أول حاجة قُلنا هنصل أو هنرسم يعني ب، م. طيب بما أن بقى المثلث أ، ب، م قائم في أ، ب، م، زاوية أ، ب، م يعني، لإن قُلنا المماس طبعًا يعني. طيب وبعدين هنقول بقى إذًا أو بما أن الأول سوري، الب، م بيساوي نُص الأ، م. تمام، وهاكتب لك ما بين قوسين كده عشان تفتكر إن الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نُص الوتر. ما أنت خلّي بالك الوتر عندك زي ما قُلت لك تاني يا جماعة أ، م وهو قد الب، م مرتين، تمام، أهو شرطة وشرطتين بكل بساطة من غير ما أقعد أقول لك بقى أ، ج قد ج، م وده قد ده لأ. طيب وبعدين هنقول بقى إذًا قياس زاوية أ بتساوي 30 درجة. طيب كلام زي الفل. يبقى إذًا قياس زاوية ب، م، أ قُلنا بتساوي 180 ناقص معاك 90 ومعاك 30، طبعًا على طول 60 درجة. طيب كلام جميل. هتقول بما أن المثلث ب، م، د عندك الب، م بيساوي الم، د بيساوي نَق، يبقى إذًا المثلث متساوي الساقين ب، م، د متساوي الساقين. إذًا قياس زاوية م، ب، د بتساوي قياس زاوية م، د، ب. طيب وعندك زاوية ب، م، أ اللي إحنا جبناها ب60 درجة خارجة عن المثلث ب، م، د، وقُلنا الخارجة بتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين ما عدا المجاورة ليها. طيب يبقى إذًا قياس زاوية م، ب، د زائد قياس زاوية
م د ب اللي هم أصلا متساويتين، احنا أثبتناها إن هم متساويتين بقى لأن هنا المثلث متساوي الساقين، مجموعهم 60. يبقى إذا قياس زاوية م ب د اللي أنا عايزها اللي هي جنب ال90 فوق عندك ب60 على الاتنين يعني 30 درجة. يبقى إذا الزاوية اللي أنا عايزها قياس زاوية أ ب د هتساوي عندك 90 زائد ال30 هتساوي 120 درجة. وما تنساش تصلي على النبي.